أصحابنا عاملين إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وش عليه فرحة. عارفين ليه؟ قدام عليكم. علي صوتك عشان أصحابنا يسمعوك. والله دي 100,000 من 10. استنى طيب أنا هحاول أقطعها لكم يعني. استنى. يلا هم حطوا كاتشب ومايونيز. ازاي هي جميلة. يا حبيبي مش بحب بتحب المايونيز قوي يعني. خدي مناديل امسحي بيها ايدك. يلا امسحي ايدك. انت بتاكل ادم بيحب الكاتشب والمايونيز مع بعضهم. قول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ايه جميلة قوي. امسكي المنديل وامسحي بصباعك. حلو يا بيبي. قولي بسم الله الرحمن بس الرحيم. بصوا يا جماعة عشان ما نكدبش بصراحة كاتشب. والله افتكرت صحة دم. صحة دم ليه بس كده؟ بصوا يا جماعة يا رب كده. عشان ما نكدبش هي حلوة عشان بس ما بتاعت نكدبش بره بتاعت احلى طبعا. طبعا. ربنا بيحل رزقهم سبحان الله. يلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم وكل. ماما تنفخني بعد الكلمة اللي انا قلتها دي بعد الفيديو. انا نفسي بحب بتاعت بره بصراحه يا اصحاب برضه. بتاعت بره برضه بيبقى طعمها حلو كده جميل. بقى ميكس الجبن دي بتبقى جميله. بيبقى عليها جبن كتير. انا على فكره ما كانش عندي جبن بصراحه هتلاقوا خالص. فيديو كده معمول في القناه كل 5 ايام او 6 ايام. عملناه تدخلوا عليه هنلاقي فيه بيت جبنا واحنا على الكورنيش وكلناها على الكورنيش. كان بصراحه كان الخروجه حلوه يعني كده. ما رحناش في حته غير على الكورنيش يعني. بس كان حلو هوا كده بدل خنقه البيت. يا جماعه لا يخسر احنا عاملين تحدي بس نسينا نقول لكم. انا اللي لا هيخسر يخسر بفكر في عقاب مش عارف كل ايه. المشكله ان حبيبه بتكح يا اصحابنا من كتر شرب الميه الساقعه ومن الايس كريم اللي بتاكله على طول فبتكح وكحتها وحشه. يا جماعه لو خسرت تاكل حته بالفلفل الرومي والطماطم. لا ايوه انت لو خسرت صح احسن عقاب لك ان انت تاكلي البيتزا اللي هي بالخضار. هي بتحبش تاكل البيتزا بالخضار. تاكل البيتزا اللي هي ايه. بصوا شايفين يا اصحابنا عامله لها ايه عليه. هي بس فراخ والزيتون. في حد ياكل كده بيتزا كده؟ الجماعه دي لما طلعت من الفرن كانت عامله بقى كانت كنت صورتها لاصحابنا وهي عامله كده كده تضحكوا. كانت زعلانه من حبيبه. كان منفوخه من الكوب. نفخت العجينه دخل فيها هواء. خلاص حلو العقاب ده. لكن دوت بصي يا اصحابنا احنا مكلفينها ازاي بقى. دي تمام التمام. فلفل رومي وكمان زيتون ألوان. وفلفل الوان احمر واصفر وطماطم. والله لو كلتها هتعجبها قوي. انت كده مش عارفه مالها حبيبي. ما تحبش تاكل اي حاجه على ما خضار. بحبش الخضار. ده هو اللي ما بيحبكيش. نعمه ربنا كلها حلوه. حتى الجزر ما بحبوش ما اعرفش ازاي يعني خضار محلاجة. لا نعمه ربنا كلها حلوه يا حبيبي. محدش يقول انا ما بحبش حاجه. النعمه دي تزول من وشه على طول. الحمد لله احنا احسن من غيرنا. السمك ده هو اللي ما بيحبكش برضه. ايه رايكم ما حلوه؟ بحبش غير الفيليه اكل نادرا لما اكل البوري او البطي. كل حاجه غليت دلوقتي يا ادم. حتى البولت اللي انتوا عمالين تتعملوا عليه ده غلي. امسح ايدك الاول قبل ما تشرب. تمسك الازاز. خدها. هي اصحابنا قربت تخلص على فكره حبيبه. شكلها هي اللي هتكسبك يا ادم. عادي مش مشكله عندي ان انا اكل واحده بالطماطم. لا يا اخويا احنا قلنا هي هتاكل طماطم او فلفل رومي عشان هي مش بتحبهم صح يا اصحابنا. لكن لو ادم اللي خسر. توقف ثواني احط كاتشب. اتوقف ثواني ايه؟ مش عاد احط كاتشب بسرعه. كاتشب ده مايونيز ولا ايه؟ لكن انت المفروض لو خسرت انت هتاكل فلفل حراق. انا يا جماعه عشان حته كبيره ما بعرفش ادعكها دي. ايه رايك هتاكل فلفل حراق؟ فلفل حراق ايه؟ ما احنا ملناش دعوه. مش انت دايما من حفر حفره لاخيه. اكل بصلايه. اخ منك يا لئيم. لا والله باخد حته فيها. خلاص احنا هنديله بصله يا بنتي حاج. بس ده كان والله احسن هاكلها. عقاب لحبيبه. حبيبه برضو ما بتحبوش. امي يا جماعه ممكن امسك نص بصلايه. انت خايبه. البصل ده مضاد حيوي ممكن يا امسك نص حماره. بصلايه كلها هو والثوم كل حاجه ربنا خلقها كده فيها ميزه وفيها يعني فايده لجسمنا. خدي مناديل تاني عندك اهو. خليها هنا يا ده جماعه. حتى الخل يا ماما. الخل يا اصحابنا ولا ايه ما بيحبوش بتاع البصل الخل والميه ده. لا ما انت بتخليني احطهولك. لا انا مره ساعات يا جماعه ساعات يا جماعه ايه خليني لما احطهولك على الكشري. قدامي بصل باكله.
ادم باكله ايوه، ولا بيبقى قدام بصل في التلاجة باكله. ادم بيحب البصل أوي. طب احنا هنعمل التحدي على كام قطعة عشان الفيديو ما يطولش، بس اصحابنا ما يزهقوش كده. احنا 5 بص قطع. يا اصحابنا، احنا دي هما دلوقتي دول كلوا كده ايه، او يعني دي تاني قطعة ليهم. انا مش عايزه ازود عليهم قوي لحسن ايه ما يقدروش ياكلوها. هتقدري تاكلي 5 قطع؟ اصل هي كمان لما هي مش عليها خضار فبالنسبه لها سهله، لكن ادم طبعا لما عليها خضار فبياخد وقت في اكلها. مليانة تتكلمش وانت في بقك اكل. بتتنرفز حط ايدك بصعوبة. على بقك، بصعوبة. مش بصعوبه ولا حاجه، ده الخضار هو اللي خلاها تتبلع لا وخلاها طريه. بلع ايوه، لكن بتتنرفز بصعوبة عشان طب الخضار اللي فيها. قلتوا بسم الله. قطعت لهم قطعة تانية انا عشان مطولش وقت الفيديو. خلصوا القطعة اللي قبل كده، ودي القطعة التالتة بالنسبة ليهم هما الاتنين. ماشي. كان هيكسبني ولا ايه؟ لا مش عارف. الحقي كلي بقى عشان ادم ما يكسبكيش. انا دي انا مالتي، انا مقطعه لك عشان عامله حسابي. لا كلام عن الاكل. ماشي يلا كلوا وخلصوا. حطي ايدك على بقك وانتي بتاكلي. باكل حمام. افضل تستهبلي لغايه ما اخلصها. ايوه ادم بيقولك افضلي استهبلي لغايه ما انا اخلصها. يخلص البيتزا بتاعته وانتي لسه بادئ قاعده اشرب بق ميه. يلا يا حبيبي شد حيلك، شد حيلك. لا يا ادم، ما انت على فكره انت بتاخد حته كبيره خالص في بقك، اخو منك يا لئيم انت، عشان هي يعني ما تكسبش. ما تاخد اللي هي عايزاه. هي اصل حبيبه سنانها اللبنيه ابتدت تتغير، فيعني مش قادره تدوس على اسنانها. انا حاسه بيها، كل ما تيجي تاكل حاجه تقعد تقول لي يا ماما انا مش قادره ادوس واقطم بيها، فبتقعد تاكل يا عيني على جنابها، جناب السنان كده من هنا ومن هنا. بص في كمان الناب بتاعها ده الاتنين بيتلخبطوا. تعبين خالص، مش عارف اكل عليهم اي حاجه، بيوجعوني قوي. عشان بيغلبوني اصحابنا مش بيغسلوا اسنانهم على طول اول باول. لا مش بس ناخد الرقم قد كده عشان نخف. انا يا يلا جماعه مره كل. زمان خلعت. بصوا بتاكل ازاي على جنب السنان حين الدنيا قد كده كنت بصور. ايه ده، ما هو صغير اه فعلا. خدته وخلعت له ضرسه، اصل كان ضرسه كان بايظ. الدكتور راح قال له مش هينفع يتحشي يا بابا، خلعه احسن. يلا يا حبيبه كده ادم يعتبر خلص قبلك. تضطري تاكلي حته فلفل رومي. والله يكون يا. بصوا يا اصحابنا، حبيبه ادم خلص وهي بصراحه هي اللي ما خلصتش، عشان يبقى في عدل. هي اللي هيتحكم عليها. بحس ان في بص انا مطلعه لها حته صغننه ازاي، مرارة. والله العظيم حته صغننه جدا فلفل رومي. بصي كم طلعي اللي انت عايزاه، طلعي اي حته من اللي انت عايزاه، حته فلفل رومي بس عشان تبقي ايه، خدتي عايزه عقاب. اكل حاجه. والله العظيم حلو الفلفل مش وحش. عقبال ما نفذ العقاب قطعيها حته تاني. يلا. بطني لسه ما والله اتملتش. حلوه مش وحشه يا بنتي، كليها على لا طول. حلي ايه ده؟ هو ايوه بيبقى محلي شويه، الفلفل الالوان ده بيبقى محلي سنه كده. يلا دوقيه، كليها على طول بقى، كليها على طول يا حبيبي، احنا بنديلك سم، دي نعمه ربنا. يا خلاص كده يا اصحابنا. حبيبه كلت ايه، خدت العقاب بتاعها، كلت الفلفل الالوان. وانا اللي يلا قومي أكلتها. بقى قولي لاصحابك يا رب يكون الفيديو عجبك، خلاص ما تمثليش بقى، هو من نعمه ربنا كلها. انا اللي كسب. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم يا اصحابنا، ولو عايزين اي تحدي تاني اي اكله او حاجه زي كده اكتبوا لنا في الكومنتات. يا رب نشوفكم على خير. قولي لاصحابك يلا سلام. سلام يا اصحابنا، سلام عليكم ورحمه الله أحلى وبركاته. عقاب في الحياه.